السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسوا تفعيل الجرس. صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم؟ عنوان درسنا لليوم هو الطقس والطبيعة. إذن عنوان الدرس اليوم الطقس والطبيعة، ومن خلال هذا الدرس سوف نتعرف إلى حرف الدال. إذن سوف نتعرف إلى حرف الدال، ولكن قبل التعرف إلى هذا الحرف يجب علينا أولا الاستماع لقصة الدرس. هيا بنا. الطقس والطبيعة. تركت الأم ولدها نانو في البيت وذهبت إلى السوق. في أثناء غيابها جلس نانو قرب الموقد يدرس دروسه. فجأة سمع نانو صديقه الدوري يدق زجاج النافذة بمنقاده. فتح له نانو وأدخله إلى البيت. قعد دوري إلى جانب نانو وصار يراقبه وهو يدرس. عندما عادت الأم إلى البيت سألت ولدها: ماذا فعلت في غيابي؟ فقال: درست دروسي مع دوري. والآن يا أحبائي الصغار، بعدما انتهينا من الاستماع لقصة الدرس، هيا بنا الآن لنجيب على الأسئلة التالية. لنبدأ بالسؤال الأول: إلى أين ذهبت أم نانو؟ إذن إلى أين ذهبت أم نانو؟ الجواب: ذهبت أم نانو إلى السوق. إذن ذهبت أم نانو إلى السوق. السؤال الثاني: ماذا فعل نانو في غياب أمه؟ إذن ماذا فعل نانو في غياب أمه؟ الجواب: درس نانو دروسه في أثناء غياب أمه. إذن الجواب: درس نانو دروسه في أثناء غياب أمه. السؤال الثالث: بما دق دوري زجاج النافذة؟ إذن بما دق دوري زجاج النافذة؟ الجواب: دق دوري زجاج النافذة بمنقاده. إذن دق دوري زجاج النافذة بمنقاده. السؤال الرابع: أين قعد دوري؟ أين قعد دوري؟ الجواب: قعد دوري بجانب نانو. إذن قعد دوري بجانب نانو. السؤال الخامس والأخير: ماذا سألت الأم ولدها عندما عادت إلى البيت؟ وما كان جواب الولد؟ إذن ماذا سألت الأم ولدها عندما عادت إلى البيت؟ وما كان جواب الولد؟ الجواب: سألت الأم ولدها عندما عادت إلى البيت: ماذا فعلت في غيابي؟ وأجابها: درست مع دوري. إذن الجواب:
سألت الأم ولدها نانو عندما عادت إلى البيت: ماذا فعلت في غيابي؟ وكان جواب الولد هو: درست دروسي مع دوري. هكذا أحبائي نكون قد انتهينا من الإجابة على هذه الأسئلة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنتعرف إلى حرف الدال. حرف الدال هو عبارة عن خط مائل وخط أفقي. إذن حرف الدال هو عبارة عن خط مائل وخط أفقي. هيا بنا الآن لنتعرف إلى أشكال حرف الدال. لنبدأ. د منفصلة. إذن د منفصلة. الآن د مع حرف المد الألف أصبحت دا منفصلة. دا منفصلة. الآن د متصلة من جهة واحدة. د متصلة من جهة واحدة. الآن د متصلة مع حرف المد الألف أصبحت دا متصلة. دا متصلة. الآن أحبائي الصغار سوف نتعرف إلى حركة جديدة وهي ضمة صغيرة. إذن سوف نتعرف إلى الضمة الصغيرة. عندما تجلس الضمة الصغيرة فوق حرف الدال نلفظ حرف الدال دو منفصلة. دو منفصلة. نضم الشفتين. دو منفصلة. دو منفصلة. الآن حرف الدال مع حرف المد الواو أصبحت دو. الآن تعرفنا إلى حرف الواو وهو من حروف المد. الألف والواو من حروف المد. دا مع حرف الواو مع حرف المد أصبحت دو. الآن دو متصلة. دو متصلة. أما هذا الحرف فهو دو متصلة. دو متصلة. حرف الدو المتصل مع حرف المد الواو أصبحت دو متصلة. هكذا يا أحبائي نكون قد تعرفنا إلى حرف الدا وإلى الضمة الصغيرة وإلى حرف الواو. أحبائي الصغار هيا بنا الآن لنقرأ الجملة التالية ولننتبه إلى ما كتب فيها باللون الأحمر. هيا بنا. درست دروسي مع دوري. إذن درست دروسي مع دوري. لننتبه لكلمة درست. انظروا لكلمة درست يوجد فيها حرف الد في الأول منفصل. إذن يوجد فيها حرف الد في الأول منفصل. درست. لننتقل الآن لكلمة دروسي يوجد فيها حرف الدو في الأول منفصل أيضا. إذن يوجد فيها حرف الدو في الأول منفصل أيضا. لننتقل الآن لكلمة دوري يوجد فيها حرف الدو في الأول منفصل. دا مع حرف المد الواو أصبحت دو في الأول منفصل. هيا بنا الآن لننتبه إلى الأمثلة التالية. المثال الأول: دا منفصل في الأول. مثال: درجوا يوجد فيها حرف الدا في الأول منفصل. إذن يوجد فيها حرف الدا في الأول منفصل. الكلمة الثانية: بردت يوجد فيها حرف الدا في الوسط أيضا منفصل. إذن يوجد فيها حرف الدا في الوسط أيضا منفصل. المثال التالي: دا متصلة. مثال: قدم
قدم يوجد فيها حرف الدال في وسط الكلمة متصل. المثال التالي: دا مع حرف المد الألف أصبحت دا. دا. مثال: دا ري. دا ري. دا مع ضمة صغيرة أصبحت دو. دو. مثال: دو موع. دموع. دموع. أيضا جاء هنا حرف الدو في أول الكلمة منفصل. دا مع حرف المد الواو أصبح دو. دو. مثال: دو ري. دو ري. إذن دو ري يوجد فيها حرف الدو في أول الكلمة منفصل. دا مع حرف المد الواو دو متصل. مثال: يدور. 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 انظروا جاء هنا حرف المد دو. دا مع حرف المد الواو دو في وسط الكلمة متصل. هكذا يا أحبائي نكون قد تعرفنا إلى حرف الدال في هذه الأمثلة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنقرأ الأحرف التالية. لنبدأ: د منفصلة. إذن د منفصلة. د متصلة. د متصلة. دا منفصلة. دا منفصلة. دا متصلة. دا متصلة. دو منفصلة. دو منفصلة. دو متصلة. دو متصلة. دو منفصلة. دو منفصلة. دو متصلة. دو متصلة. ب منفصلة. ب منفصلة. بو منفصلة. بو منفصلة. با منفصلة. با منفصلة. بو منفصلة. بو منفصلة. ر منفصلة. ر منفصلة. رو منفصلة. رو منفصلة. را منفصلة. را منفصلة. رو منفصلة. رو منفصلة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنقرأ الجمل الآتية ولننتبه. يجب علينا أن نقرأ بطريقة التهجئة. لنبدأ معا: دو رو بو. دروب. ر با با. ربابة. سأعيدها مرة ثانية: دو رو بو. دروب. ر با با. ربابة. الجملة الثانية: دارو. دارو. ر با با. ربابة. سأعيدها مرة ثانية: دارو. دارو. ر با با. ربابة. الجملة الثالثة: برد. برد. دادو. دادو. إذن سأعيدها مرة ثانية: برد. برد. دادو. دادو. الجملة الأخيرة: برد. برد. بابا. إذن برد. برد. بابا. وهكذا يا أحبائي الأطفال نكون قد انتهينا من شرح درسنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإلى اللقاء قريبا بإذن الله تعالى مع حرف جديد. إلى اللقاء.